بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة للجميع، أنت اللي تشوفني الآن، متى آخر مرة قبلت يد أمك؟ متى حبيت رأسها؟ أبوك، متى قبلت رأس أبوك أو قبلت يده؟ متى قلت حق أمك أنا أحبك يا يمه؟ إخواني الكرام، والله يعني فعلا خاصة الأمهات فعلا. طبعا هذا مش حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الجنة تحت أقدام الأمهات، ولكن هذه قاعدة، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال حق واحد من الصحابة: الزم رجليها فثم الجنة. هذا هو الحديث الصحيح. إخواني الكرام، أنا بس رسالة سريعة لكل شاب ولكل فتاة: الله يطول في أعمار أمهاتكم وأبائكم، وإذا كانوا متوفين فالله سبحانه وتعالى يرحمهم. لكن أنا عندي رسالة: إحنا لا ننتظر يوم الأم ولا ننتظر عيد الأم، إحنا مسلمين يوميا نحب أمهاتنا ونحب آبائنا. فأرجوكم الآن اشتري هدية حق أمك، مهما تكون هذه الهدية، حتى لو عطر بسيط، حتى لو يعني حلاوة، حتى لو أي شيء، حتى لو تعزمها. مين آخر واحد فيكم الآن أرجوكم، مين اللي عزم أمه على مطعم؟ مين اللي عزم أبوه على مطعم؟ احنا محتاجين الترابط، محتاجين لغة الحوار. والله فعلا بر الوالدين موضوع ضروري جدا في هذا الزمن. والله الأم، أنا أقول لكم بكلمة واحدة: يعطيك العافية يا يمه، والله أنا أحبك، والله أنك أنت أغلى إنسان. سمعوا أمهاتكم كلام حلو، هدية بسيطة حق أمهاتكم، عزيمة بسيطة، ودوها، طلعوها، خلوها تشم هوا. والله محتاجين أمهاتنا وأبائنا يسمعون كلام طيب من العيال. طبعا أنا لا أحد يجيني اللي يقول لي والله يا أخي أبوي قاسي وأمي قاسي، هذا موضوع ثاني الآن ممكن نناقشه في حلقات ثانية. لكن رسالة من القلب للجميع الآن يلي تشوفني الآن، أبيك تخطط، حتى لو أنت مع أخوانك، أنت كذلك يلي تشوفيني، أنت وأخوانك وخواتك، سووا بما يسمى سبرايز، سووا مفاجأة. والله يا يوم احنا كذا عازمينك، ودوها في مطعم، سووا لها جلسة خاصة، اعزموها على شغلة، تحاططوا، كلهم يحط مبلغ، اشتروا هدية حق الأم، اشتروا هدية حق الأب، احنا مو بس الأمهات. فأرجوكم لأجل أن الحياة الأسرية فعلا يكون فيها ترابط، يكون فيها تكاتف. أنت كذلك في يلي أحيانا تشتكين لي، تقولين لي والله يا عبد العزيز أبوي ما يسمعني، أمي ما تسمعني. لا، روحي أنت وبادري، اشتري هدية وقعدي مع أبوك وتكلمي معاه وخذي بخاطره. بادروا يا أبناء، لا تنتظرون آبائكم أنهم يبادرون، أنتوا بادروا. إخواني الكرام، يعطيكم العافية. يلا الحين شد حيلك واشتر لك هدية وودع حق أمك، وراح تشوف كيف نفسيتها ومعنوياتها راح ترتفع. وكذلك الآباء، لا تنسون الآباء، احنا الرجال مظلومين، كل التركيز على الأمهات، لا، أيضا الأب أيضا وراه الجنة. يعطيكم الصحة والعافية، أحبكم كثير إخواني الكرام.